نسور. قال لك في هذه المرحلة يتم تعيين الحد على الطبيعة، خلاص على أرض الواقع بقى، خلاص هم نزلوا كده سابوا المكتب ونزلوا وخلاص بيحددوا الحد وتحقيقه على خريطة، واستعان في هذه المرحلة بالنصوص المعاهدة. احنا خدنا كلمة المعاهدة دي في الأولى أهي، توضع معاهدة في المرحلة الأولى بتاعة التعريف والتخطيط اللي هي الكلام النظري. قال لك نصوص المعاهدة ماشي، وتاني حاجة الخرائط التفصيلية دي بتاع المرحلة التانية، أيوه أهي الخرائط التفصيلية بتاع اللجنة الجغرافية تمام. وتالت حاجة المعلومات اللي جمعها جغرافيون في المرحلة التانية ماشي. وتستخدم الأسلاك الشائكة، أعمدة من الحجارة، أسمنت مسلح، أو بناء الأسوار، تعيين خط الحدود اللي هو خلاص نزلنا على الواقع، شفنا خريطة، شفنا المعاهدة، اتفقنا لحد من هنا لهنا، شدينا بقى أسلاك شائكة أو طلعنا بالسور، وده بقى الحد تمام. رابع مرحلة مرحلة إدارة الحد. احنا قلنا دلوقتي الحد أو السور قائم بين الدولة دي والدولة دي، حلو، وهيبقى فيه إجراءات تفتيش وجمارك، وهنا بوابة يعدوا من هنا لهنا ولو حصل منازعات هيروحوا لمين؟ دي المرحلة الرابعة اللي اسمها إدارة الحد. مين اللي هيديره؟ ما مش سور بس متساب كده، أكيد عليه رقابة أو عليه إدارة. قال لك يتم في هذه المرحلة المحافظة على الحد الخطي السياسي اللي هو الحد السور الموجود ده، واستبقاء فعالياته يعني يفضل شغال، وحراسته. دي أمور سيادية تخص الحد تمام، او تخص الدوله، الحد ده دي حدودها بينها وبين الدوله اللي جنبها. يتم الاتفاق في هذه المرحله على منافذ عبور الحد. فين البوابات بقى اللي هو يعني ايه الناس هتعدي من هنا لهنا في بوابات تمام. تاني حاجه نقاط التفتيش والجمارك والحراسه والتحصينات، اللي هو زي ما يعني بص بتلاقي الحد كده وبتلاقي فيه كمين كده واقف وعساكر بتفتش، ما مش اي حد هيدخل الدوله. وبيبقى فيه بتاع ابراج مراقبه وعساكر فوق. موضوع كبير ده، موضوع ده حد دوله، حاجه مهمه جدا. تالت حاجه لجان فض منازعات ووسائلها. بس خالص كده الايه الحد. طيب قال لك خامس حاجه وظائف الحدود السياسيه. يعني ايه؟ قال لك الحد ده بيعمل ايه؟ ما احنا اتفقنا ان الحد ده بيحدد للدوله مساحتها الارضيه وبيحدد لها الموارد اللي بتبقى فيها. لو طلعنا مثلا عملنا تعدين استخرجنا بترول غاز بتاع، فهو بيحدد الموارد وبيحدد مساحة الدولة، بيحدد ده كمان، وحماية للدولة ان مش اي حد هيدخل الدولة، في سور في حدود كده للدولة دي، اي حد هيفكر يقول له راح فين تمام. طيب اول حاجة الفصل بين الدول، تعالى نقرا الكلام. طلب حدود الدول الرئيسية في الفصل بين الدول من خلال توقيع اتفاقيات ووثائق رسمية ماشي، وموقع على خرائط ماشي، وبناء ذلك توضع على طول الحدود الحواجز ونقاط التفتيش ومراكز الحراسة والمراقبة الحدودية الخاصة بالدول، بجانب المنافذ الجمركية وعلامات الحدود بأشكالها وأنواعها. يعني هو فصل بين الدول، بين الدولة دي والدولة دي، والحد بيبقى عليه إجراءات تفتيش وجمارك ومنافذ عبور ومراكز حراسة ماشي، أنا فاهمها كده. طيب خش على التانية. قالك الحماية والأمن. الحماية والأمن قالك هي الوظيفة المهمة بالنسبة للحدود. ليه؟ علشان مفيش حد يجي يقتحم الدولة دي، أو مفيش مثلا حد يعني الحدود خلاص مش أي حد هيجي يغير مثلا على منطقة. طب ما تيجي نبسطها، هقول لك يا سيدي، لو في قبيلة القبيلة دي أي حد داخل كده ممكن يروح يسرق ثرواتها وبعد كده يهرب تاني. طب لو في حد وفي قوات وفي عساكر وفي قوات عسكرية بتحمي الحدود، مش هيقدر أي حد يقتحم الدولة وياخد ثرواتها وإيه ويهرب مثلا. تعالوا نقراها. قال لك الوظيفة الأكثر أهمية حسب كان الغرض الأساسي من إقامة الحدود في الماضي هي الأمن والحماية، فاهم؟ من إعدادات المفاجئة، وتركز الدفعات العسكرية على طول الحدود ماشي، فينا عساكر 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 وفي قوات عسكرية بتحمي الحدود، ده دور أي جيش في أي دولة تمام، خاصة في القطاعات المعرضة لأخطار الغزو والتهريب. يعني بيبقى في مناطق معينة على طول الحدود، بس المناطق دي ممكن يجي منها أي مشاكل، فتلاقي في تركيز هنا أكتر يعني. وقد استخدام التكنولوجيا هتلعب دور كبير في المراقبة الجوية والأقمار الصناعية، ده أثر إيجابي. طب ما حلو جدا. قال لك لا يا عم في نقطة أنت مش واخد بالك منها. قال لك الدنيا اتطورت. يعني إيه؟ قال لك مش هتعمل لحد يا عم خلي الحد ده جبل تمام. قال لك الدنيا اتطورت ووسائل الاتصال والتكنولوجيا. قال لك ده ممكن في طيارة تعدي كده وفي نفس الوقت يعني ايه تعدي لحد بقى بلا حد بلا جبل بلا وتدخل تضرب وترجع تاني، او غواصه تحدف صاروخ كده يعدي الحد بتاعك ويضرب تاني. قال لك يعني فكره ظهور الحد ان هو امان وحمايه، قال لك ما بقاش في الزمن ده قد كده. هو ممكن بيحمي بس مش بيحمي لدرجه 100%. تعال نقرا الكلام. سقوط نظريه الحد الامن ده الاثر السلبي، وده جه في ثانويه عامه 20 مهم.
قالك بسبب التطورات الحديثة التي طرأت على وسائل الحرب، خاصة في مداها وسرعتها قوتها وفعالية تدميرها وتخطيها للعقبات، خاصة العقبات الطبيعية والجبال. زي ما قلنا ان هو الدنيا اتطورت، حصل وسائل حرب جديدة، ممكن يتجاوزوا الحدود حتى لو كانت حدود طبيعية، جبل مساحة كبيرة يضرب وبعد كده يرجع تاني، فالدنيا اتطورت. بس برضه هو الحدود بتحمي يعني. قالك حاجة الحماية الاقتصادية. الحدود بتعمل حماية اقتصادية. يعني حماية اقتصادية من ايه؟ قالك مش الدولة دي فيها موارد؟ اه. قالك ما هو يعني برضو احنا نحافظ على الموارد بتاعتنا والحدود بتحمي الموارد بتاعتنا. قالك فكرة تانية. قالك بعمل حماية للمنتجات الوطنية بتاعتي من التهريب. واحدة واحدة افهمها كده. قالك تحدد الحدود السياسية، نصيب كل دولة من الموارد. خلاص عرفنا ان دي الحدود بتاعت الدولة دي، اي حاجة يستكشفوها او يطلعوها من الدولة دي تخصها. بترول ظهر هيخص الدولة، غاز هيخص الدولة. يعني الموارد تخص الدولة لأنها واقعة فين؟ في الحدود بتاعتها. كلام كده أنا فاهم. وتراقب الدول تدفق السلع والبضائع عبر الحد في الاتجاهين ومنع التهريب. تمام؟ طيب، اتحاد الدول الرسوم الجمركية على السلع. يعني الدولة في حدود، مش أي حد يجيب بضاعة ويبدأ إن هو يهربها كده يدخلها الدولة دي. ليه؟ قال لك يا عم في جمارك، لازم هيدفع جمارك. طب يدفع جمارك ليه؟ قال لك عشان يحافظ على المنتجات الوطنية أو المحلية. يعني إيه؟ ده منتج، القلم ده منتج بيتباع في الدولة دي ب100 جنيه. ممكن مهرب يجيبه من دولة تانية يعدي الحدود من غير ما يدفع جمارك ويبيعه مثلا ب50 جنيه. الناس هتشتري المنتج الأرخص. طيب الناس المصانع اللي بتدور وبيشتغل فيها ناس كتير وفي نفس الوقت بيطلعوا المنتج ده ب100 جنيه، ايه اللي هيحصل لها؟ هتقف. يبقى بقى عندي المصانع وقفت، الأيدي العاملة بقى عندي فيها مشكلة، بقى عندي بطالة، لأن بقى المنتج متوفر من غير ما يدفع جمارك بسعر الناس هتشتريه، ومصانعي أنا المحلية هتقف. طب الحل إيه؟ الحل إن البضاعة تعدي لازم يكون في جمارك عشان توازن ما بين السعر اللي هي تدخل بيه البلد وبين السعر المنتجات اللي في البلد. تمام؟ ده حماية المنتجات الوطنية. قالك حماية الدولة مواطنين من فحص البضاعة اللي داخلة. افرض البضاعة اللي داخلة دي من هنا لهنا بضاعة مثلا منتجات غذائية، لحوم مثلا، أسماك، منتجات غذائية، مش لازم يكون في فحص؟ نعرف الصلاحية بتاعتها، تعرف هي يعني ممكن تستخدم استخدام آدمي ولا غير صلاح الاستخدام الآدمي. طب صلاحيتها تخلص امتى؟ طب هو المنتج أصلا كويس ولا مش كويس؟ فقال لك لحماية المواطنين من خلال فحص المنتجات المستوردة اللي هي جاية من بره البلد وتحديد مدى صلاحيتها أو جودتها. على الحدود بنكتشف كده أو بنفحص كده. تالت حاجة استثمار مواردها موجودة عند حدودها. خلاص دي حدود، فأنا أقدر إن أنا استثمر إيه؟ الموارد. ماشي، بمعنى لو في دولة ودولة تانية ما بينهم في مثلا صحراء تخوم، صحراء كده سايبين او جبل سايبين، انا مش عارف استخدمه والدولة دي مش عارفة تستغل المنطقة دي. طب لو قسمنا عملنا لحد والله بقى على يمينه وعلى شماله ظهر اي حاجة يبقى يخص الدولة دي، وظهر مثلا اي موارد هتخص الدولة دي، فالحدود بتحميني اقتصاديا. فاستثمار مواردها موجودة عند حدودها. تمام؟ على يمين الحد يخص الدولة دي وعلى شمال حد يخص الدولة دي. ف ده استثمار الموارد عند حدودها. تمام. قال لك تعمل الدول قال من اجل حمايتها اقتصاديا الى ايه؟ عشان احمي نفسي اقتصاديا. قال لك يا عم عايز حدد الحدود بدقه علشان الدول تكون معترفه بالحد ده، وفي نفس الوقت الثروه طلعت في هنا يبقى يخص دي الثروه مثلا باطنيه بترول او غاز طلع من بعد الحد هيخص الايه؟ الدوله دي. تمام. قال لك تعيين حدودها بدقه حتى لا تحدث منازعات بين الدول نتيجة استغلال هذه الموارد. ماشي. قال لك عقد اتفاقيات بين ايه؟ خاصة بنسيب كل دولة من الثروات التي توجد عند الحدود بالمخزون البترولي والغاز. قال لك دي الحدود، طلعت بترول يخص الدولة دي، طلعت غاز يخص الدولة دي، مفيش أي مشكلة. والغاز الطبيعي والثروات المعدنية التي توجد في بطن الأرض على جانبي خط الحدود، سواء كان بقى حد بري يعني أو حد بحري مثل بترول وغاز. الطبيعي بين دول الخليج وبين ليبيا وتونس ودول عليهم مشاكل. يعني ايه؟ حصل منازعات كده على اكتشاف بترول وحقول غاز بين ليبيا وتونس، فبسبب الحد البحري اللي بينهم.
ده هنعرفها بس قدام شوية. أهم حاجة احنا لحد دلوقتي فاهمين. طيب قال لك وظيفة سياسية وقانونية. يعني ايه وظيفة سياسية وقانونية؟ قال لك بص، مش في حدود مش أي حد هيدخل للدولة دي. افرض داخل مثلا عنصر مش كويس، ممكن يبوظ التماسك القومي بتاع الناس. ممكن واحد مثلا إرهابي مثلا دخل هيعمل مشاكل، أنا مش عايز يدخل، فممنوع من الحدود. جرائد أو مجلات أو منشورات أو أي حاجة ممكن إنها تسبب برضو يعني مشكلة في التماسك القومي أو التجانس بين السكان وبعضهم، لا مش مدخلها من الحدود، فهي يعتبر مراقبة. ده الوظيفة السياسية. طب الوظيفة القانونية؟ قال لك والله أنت في دولة. قال له تمام، الدولة دي محددة بالحدود. تمام. قال لك أنت لو عملت أي مشكلة في الدولة دي هيطبق عليك القانون اللي بيسري على الدولة دي، على مواطنيها أو غير مواطنيها. يعني لو واحد مثلا عايش في دولة وعمل غرامة، عمل أي مشكلة، يعني ساق العربية بسرعة زيادة شوية، قال لك دي مخالفة. المخالفة دي يعمل ايه؟ ممكن يدفع مثلا مبلغ معين او ممكن يتسجن. ده اللي بيطبق على اي مواطن عايش في الدولة، سواء من ابناء الدولة او غير ابناء الدولة. الحدود بتحدد الدولة سيادتها. طيب تعالوا نقرا الكلام. قال لك الوظيفة السياسية والقانونية، وده مهم لانه جاء في ثانوية عامة سنة 19. قال لك الوظيفة السياسية دي بتاع اللي هو بنمنع الاشخاص وبنمنع الايه؟ الجرايد والمجلات. قال لك منع دخول اشخاص غير مرغوب فيهم خشيه التماسك القومي للبلاد، مش اي حد يدخل، ممكن يكون عنصر مخرب فبنمنعه. قال لك منع عبور الصحف والمجلات والكتب التي تدور بسلامه الوطن، نفس الفكره برضو يعني. تمام. قال لك وظيفه قانونيه لان الحد السياسي هو الذي يحدد القوانين التي سيخضع لها كل فرد من الافراد طالما داخل الدوله، حتى وان لم يكن من مواطنيها. انت عايش في الدوله دي تلتزم بقوانين الدوله دي، طبق عليك زي اللي بتطبق على المواطنين، تحترم الدولة دي طالما انت جوه حدودها. تمام. خلصنا الدرس الأول، ندخل على الدرس التاني. الدرس التاني اسمه أنواع الحدود السياسية. أنواع الحدود السياسية. قال لك والله الحدود يا إما حدود طبيعية يا إما حدود بشرية. يعني إيه الطبيعية؟ قال لك حدود طبيعية هي الحدود التي تتم رسمها على أساس ظاهرات طبيعية موجودة في المكان. يعني في مثلا بين الدولة دي والدولة دي في جبل، في أنهار، في بحار، في بحيرات، في خلجان، في ممرات ملاحية، حاجة طبيعية موجودة في المكان. تمام. تعد الحدود الطبيعية من أقوى الحدود التي تفصل بين شعوب الدول المجاورة وهي صعب اختراقها. في جبل بين الدولة دي والدولة دي، طب إيه؟ خلاص هو متساب. تمام. تختلف درجة الفصل بين الجانبين لاختصاص الظاهرات الطبيعية. قال لي بص، هي ظاهرة طبيعية بتفصل بين الدولة دي والدولة دي. تمام. قال لي بس والله الجبل بيبقى صعب اختراقه، اصل هو جبل يعني هنعمل فيه هكسره ازاي؟ انما لو مستنقع، ما هو برضه ظاهرة طبيعية، او صحراء لا سهلة ممكن نعمرها، او مستنقع نردمه يا عم. انما على حسب خصائص الظاهرة الطبيعية تختلف درجة الفصل بين الجانبين. فلك الحدود الجبلية أكثر منها مقارنة بالمستنقعات. فهمت؟ طيب احنا قلنا ايه الظواهر الطبيعية؟ ممكن تكون جبال، أنهار، بحار، بحيرات، تكون ممرات ملاحية، تكون خلجان، خليج. لك أمثلة للحدود الطبيعية، نمسكها واحدة واحدة. قالك الجبال. قالك مميزات الجبال، قالك مش بيحصل عليها مشاكل في الغالب، دي مش بيحصل عليها مشاكل، انما اللي بيحصل عليها مشاكل كتير بين الدول وبعضها لو في نهر. طيب مميزات الجبال، اقل انواع الحدود اللي تسبب مشكلات بين الدول، ظاهرات دائمه ومرئيه ووعره وعريضه. ما هو جبل اهو، جبل اهو بين الدوله دي والدوله دي، في جبل في النص. فالجبل طبيعه الجبل ايه؟ منطقه طبعا وعره، صعب اختراقه، متشاف مرئي، هو موجود جبل، ما فيش سكان فيه، فموجود وثابت في المكان. ظاهرة دائمة ومرئية وعريضة ووعرة وقلة السكان، واقتصر عبورها على ممرات معينة كده. أي دليل مرشد قصاص أثر هو اللي يقول لك هنمشي من هنا لهنا لهنا، نعرف نشوف طريق وسط الجبل. فهو منطقة وعرة. وخطوط دفاعية استغلها الدول في إقامة تحصينات عليها والدفاع عن نفسها ضد أي غزو خارجي. مش هو جبل؟ في دبابة جاية كده، لو الأرض خلاص سهلة كده منبسطة، فخلاص الدبابة تعدي تدخل تقتحم الدولة التانية. إنما في جبل فالدبابة وقفت، هتطلع الجبل إزاي؟ فهو يعتبر مانع أو خط دفاعي. وبعدين أي حد بيبقى فوق بيشوف اللي تحت، بمعنى لو في عسكري
واقف فوق الجبل بيبقى كاشف تحته الايه الارض، فبيبقى في مكان دفاعي افضل ورؤيه افضل، ويقدر ان هو يأذي اللي تحت مثلا. فالدول بتبقى ايه تستغلها الدول في اقامه التحصينات فوق الجبل مثلا كده للدفاع عن نفسها ضد اي غزو خارجي. خلاص هو كشف المنطقه تحته. طيب شكل الحدود السياسيه على الجبال، احنا مش هنقسم جبل، احنا بس بنعرف ان الحد كده هيمشي كده عند الجبل. طب نقسمه، الحد هيمشي فين بالظبط من الجبل؟ في جبل بين الدولة دي والدولة دي. قال لك بص هو في حاجتين، يا اما يمشي على حسب خط تقسيم المية اللي هو في الجبل، يعني الجبل بيبقى فيه مية كده مثلا، خلاص يبقى الحد بتاعنا بين الدولة دي والدولة دي هنقسم ايه خط تقسيم المية. وده احسن فكرة تتعمل في المناطق اللي هي فيها جبال بين الدول وبعضها، بحيث ان مفيش حد يتحرم من المية. او نخلي الجبل كده في النص بين الدولة دي والدولة دي تخوم، ويبقى حدود الدولة دي عند اول جبل من تحت، والدولة دي عند اول جبل من تحت عند اقدام الجبال، يعني عند سفح جبل، وخلاص ونسيب الجبل تخوم كده في النص. طيب تعالى نشوف. قال لك تعتبر الحدود السياسية مجرد خطوط بس كده، تمام، تمر في هذه المناطق الجبلية واختلف شكلها بين الدول، يا اما امتداد خط الحدود مع خط تقسيم المية على طول القمم الجبلية، تمام، المية جاية كده خلاص يبقى الحدود بتاعتنا جاية كده، تمام، ودي افضل الحدود في المناطق الجبليه. حلو. او قد يكون خط الحدود بين الدول عند اقدام الجبال، يعني الجبل هيبقى ثابت في النص كده، والدوله دي بدايتها او حدودها عند جبل من هنا، والدوله دي عند خلاص بدايه الجبل من هنا، وجبل متساب في النص. طب اديني مثال. قال لك الارجنتين وشيلي الاثنين في امريكا الجنوبيه، مالهم؟ قال لك في جبال ما بينهم، اسمها جبال الانديز، دي الارجنتين. وشيلي البتاع الصغيرة دي شكلها سلخة كده صغيرة، اهي دي شيلي، حاجة كده صغيرة. بينهم بقى الجبال دي اسمها جبال الانديز، تمام. قالك حدود سياسية بين أرجنتين وتشيلي على طول جبال الانديز. وقالك حدود سياسية بين فرنسا واسبانيا، الجبال اسمها البرانس، برانس، احفظها بأي شكل، جبال البرانس. وده جه في ثانوية عامة 19، مهم جدا. فين بقى فرنسا وفين اسبانيا؟ ادي فرنسا فوق اهي، واسبانيا تحت اهي، وبينهم الجبال ده اسمها جبال ايه؟ البرانس، وخط الحدود ماشي اهو، تمام. طيب دي مشكلة الجبال، حليناها. نخش بقى على الانهار دي بيحصل عليها مشاكل كتير قوي. على مميزاتها اكثر انواع الحدود التي تسبب مشاكل بين الدول وبعضها. اصل النهر عماد الحياة، ده مية، مفيش دولة تنزل عنه. بس نقسم النهر بينا ازاي؟ قال لك والله النهر هو وضوحه في الطبيعة، متشاف زي جبل اهو مرئي، نهر معدي. وتمثل خط دفاعيا ومانع مائي، خط دفاعي ومانع مائي. طب واحدة كده. هنفتكر زمان لما حصل حرب بيننا وبين اللي ما يتسموا مثلا إسرائيل، كانت احتلت سيناء، وبعدين ما بين سيناء وبين مصر في قناة السويس. فقناة السويس ده يعتبر مانع مائي. مين اللي يقدر؟ العسكري، اللي هو ينزل ويعوم ويطلع ويعدي الضفة مثلا. اسرائيل قالت بس احنا نسيب الميه قناه السويس دي مانع مائي مفيش حد يعرف يعديه، وفي نفس الوقت على الضفه هنبني جبل كده من الرمل اسمه خط بليف مفيش حد يعرف يعديه. فقال لك العساكر ازاي بس العسكري هيعدي من هنا يعوم ويعدي الميه وبيطلع الجبل؟ ما يعرفش ان هم بيتعاملوا مع المصريين. المصريين شعب عظيم، شعب بيقدر يحمي بلده ويحمي ناسه، بلد عظيمه، بلد لا احترامها. فالمصريين قدروا ان هم يتجاوزوا المانع المائي ده، ويعملوا كباري كده ويطلعوا وينزلوا خط بارليف ويدخلوا ويجيبوا سينا. فهو فكرة ان النهر ممكن يكون مانع مائي بين الدولة دي والدولة دي، او بين المنطقة دي والمنطقة دي، تمام. مانع مائي، مين اللي يعرف يعدي؟ انت لو واقف مثلا في الريف مثلا في غيط، وفي واحد اليمة التانية عايز تندهله، بس في بينكم كده في ترعة كده، هيعدي لك ازاي؟ مش هيعرف يعدي. فهو يعتبر مانع مائي، مفيش حد بيعرف يعدي الميه، تمام. فهي الفكره اللي هو خط دفاع ومنع مائي، افتكرها بالمثال اللي احنا قلناه. طيب عيوب النهر. قال لك يا عم الانهار كل شويه بتغير المجرى بتاعها اللي هو الطريق بتاعها. قال لك النهر ممكن يحود كده يحود كده يحود كده، فالحدود هتعمل ايه؟ الحدود هتمشي معاها بقى. طيب النهر برضو معرض لثلاث حاجات، اللي هو ممكن يعمل نحت وارساب وفيضان. ازاي؟ قال لك الميه ممكن تيجي كتير، ماشي، ففي ميه كتير فالميه هتفيض هنا على
الضفه دي والضفه دي. تمام. فخلاص النهر بعد ما كان كده لا بقى عريض، فالحدود السياسيه للدوله دي رجعت والحدود السياسيه رجعت، وفي النص بقى الايه النهر بقى عريض عشان في فيضان وميه كتير. تمام. قال لك النهر وهو ماشي مش ماشي ميه عاديه، ما هو بيقعد ينحت كده وهو ماشي في الايه في الجسر من هنا ومن هنا. تمام. فالحدود برضو النهر بيعرض، والحدود برضو بتتأثر بتاع الدولة هنا والدولة هنا، وبقى المية عرضها زاد. ده النحت. والإرساب قال لك مش هو المية جاية كتير؟ المية بتطلع على الجسر من هنا ومن هنا، بيبقى معاها طينة، بتعدف طينة هنا وهنا، فبيبقى في هنا تربة وهنا تربة، والتربة بتبقى ايه جاية من الإرساب، اللي هو يعني خلاص في طينة كده زادت هنا وطينة زادت هنا، وبيبقى من أجود أنواع التربات. تعالوا نشوفه. قال لك الأنهار تغير مجرية بشكل مستمر، حصل، ولذلك تجد ضفافها غير ثابتة بسبب نشاط عوامل أتعرية زي الفيضان والنحت والإرساب. تمام. اديني مثال. قال لك في نهر اسمه ريو جراند. النهر ده بتسير مع الحدود السياسية بين دولتين في أمريكا الشمالية، بين الولايات المتحدة وبين المكسيك. قال لك النهر الريو جراند ده غير المسار بتاعه. فإيه اللي حصل؟ قال لك كان في أراضي تمام. احنا قلنا الانهار ممكن تغير مجاريها بشكل مستمر وضفافها غير ثابته بسبب عوامل التعريه، نحت وارساب وفيضان وخلافه. اديني مثال. قال لك والله بص، في امريكا الشماليه، امريكا الشماليه عباره عن ايه؟ عباره عن كندا والولايات المتحده وبعدين المكسيك. قال لك بين الولايات المتحده والمكسيك في نهر بيعدي اسمه نهر الريو جراند. ماله بقى الريو جراند؟ قال لك ده غير المسار بتاعه، الطريق بتاعه، المجرى بتاعه اتغير. فكان في اراضي تخص الولايات المتحده بدات تخص مين؟ امريكا. يعني مثلا دي الولايات المتحده ودي المكسيك وبينهم نهر، فالنهر غير مساره عمل كده. ففي اراضي كانت تخص الولايات المتحده امريكا راحت لمين؟ للمكسيك بسبب تغيير النهر لمساره. تعال نشوف. قال لك مثال على ذلك نهر ريو جراند الذي يسير مع الحدود السياسيه بين الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، الذي غير مجراه فتحولت مناطق من تبعيتها للولايات المتحده الى المكسيك. تمام. وقال لك وجود جزر، ما النهر برضه مش بيبقى ماشي كده يعني، فاهم؟ النهر ممكن تلاقيه في وسطه كده في جزيره كده، يعني ايه، في حته ارض كده او صخر وسط الميه، جزيره. يعني جزيره يعني الميه محوطاها، بس هو في المسار بتاع النهر. تمام. قال لك وجود جزر ممكن في مجرى النهر قد يعوق تحديد الحد. يعني مش كده نحاول يمين ونحاول شمال في جزيره، طب في وسط الميه مش سالكه كلها، برضه في جزر كده بتبقى في النص. فقال لك ان وجود جزر ممكن يؤدي الى ايه؟ يعوق تحديد الحد السياسي. تمام. قال لي طب شكل دلوقتي يا عم في دولة وفي دولة وفي بينهم نهر، دولة ودولة وفي بينهم نهر. طيب هنقص الحد اللي هو النهر هنقسمه ازاي؟ قال لك بص، احنا ممكن نقسم النهر بالنص. بمعنى النهر مثلا عرضه كده 10 متر، تمام، ودي دولة ودي دولة، والنهر ماشي على الحدود ما بينهم. قال لك الدولة دي والله ليها نص النهر، يعني 5 متر وهنا 5 متر، واعتبر ان في خط سحبناه كده في النص بين ايه؟ في نص المية. تمام. اللي هو متفق مع خط المنتصف للنهر. دي فكرة تانية. قال لك لا بص، على حسب العمق. يعني ايه العمق؟ قال لك المية دي كلها هي ماشية كده من النهر، بس في تحت في النهر قال لك في اماكن كده بتبقى برضو المية غويطة عميقة، وفي اماكن تانية بتبقى سطحية شوية. قال لك احنا نشوف الاماكن الغويطة اللي هو العمق الايه؟ العمق النهري، ونمشي بقى نحدد الخط كده ماشي من العمق عمق عمق، بحيث ان المية ما يبقاش مثلا لو يعني ايه دولة تستفاد بالمية كتير او بالعمق ان في مية هنا كتير، ودولة تانية يعني شوية مية صغيرين، لان الايه لان المية مثلا مش بتبقى عندها عمق ملاحي في الجزء ده. تمام. او قال لك بص يا عم، احنا ايه، خط يسير على ضفة من النهر. يعني ايه؟ يعني قال لك الضفة النهر اهو له ضفة يمين وضفة شمال. قال لك الضفة اليمين دي الحدود بين الدولة دي والدولة دي. يعني معنى كده ان في دولة ما بقاش عندها نهر خلاص الحد ده، انما النهر بالضفة التانية بتاعته بالدولة بقى ملك الدولة التانية. معنى كده ان انا حرمت دولة كاملة من النهر، والدولة اللي جنبها هي اللي خدت النهر. فده قال لك مش صح. فتعال نقرا الكلام. قال لك شوف الحدود السياسية التي تتبع الايه؟ الانهار ان يسير مع خط المنتصف الاوسط في النص اهو. نقسم النهر كده بالنص. خلاص يا عم، انت الدولة دي هتاخد نص النهر والدولة دي نص النهر، واعتبر ان في خط في النص كده بيننا وبينك. تمام.
مثل نهر الريو جراند اللي خدناه من شويه، اللي هو غير مجراه، فاصبحت في مناطق كانت تابعه للولايات المتحده اصبحت تابعه لمين؟ للمكسيك. الذي يفصل بين الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. ماشي. قال لك انا اتفق مع خط العمق الملاحي وده الافضل. قال لك الحدود بين فرنسا والمانيا على طول نهر الراين. في بين فرنسا والمانيا في نهر اسمه الراين. تمام. قال لك فصلوه ان هو يعني ايه، قال لك الحدود تمشي مع العمق الملاحي. ماشي. قال لك ان يسير مع احدى ضفتي النهر. احدى ضفتي. ماشي. طب والضفة التانية بالنهر هيروح للدولة التانية؟ وتكون احدى ضفتيه داخل دولة اخرى، مثل خط الحدود بين، احفظها كده، بولندا. عايز احفظها. بص، بولندا حرف الباء، ودولتي بيلاروسيا واوكرانيا. نهر اسمه البوج. بوج. احدى روافد النهر اسمه الفستولا. بص يا سطر صعب شوية بس هنحاول ايه نحفظه. ده بالنسبة للأنهار. خلصنا الجبال وخلصنا الأنهار. الجبال قعدنا نتكلم فيها على الأرجنتين وتشيلي وجبال الأنديز بينهم، أو بين فرنسا وأسبانيا، وبينهم جبال اسمها البرانس. والأنهار قال لك النهر يا إما النهر الحدود، لو في نهر فاصل بين دولتين، النهر الحدود يا إما تمشي في النص يا إما تمشي على حسب العمق الملاحي، يعني المية غويطة فين ونمشي لحد كده، يا إما النهر بقى يبقى فيه ضفة، هو الجسر مثلا هو الحد، وبقية النهر بالضفة التانية تبع الدولة التانية، والدولة دي اتحرمت. تمام. ده الفكرة بين الجبال وبين الأنهار. قالك البحيرات. قالك بص يا سيدي، ممكن يبقى الإيه، الخط الحدود ماشي كده بين دولة والتانية، وهو بيلاقي في طريقه شوية بحيرات كده. طب هنعمل إيه؟ يعني هنسيب البحيرات؟ قالك لا، اقسم برضو البحيرات بالنص كده. عد البحيرات، كمل بيت الخط بتاعك. اديني مثال. قالك أمريكا وكندا. في أمريكا الشمالية في بين كندا وفي بين امريكا خط الحدود. نركز كده، خط الحدود ماشي اهو. وبعدين قابل حاجه اسمها البحيرات العظمى، 5 بحيرات جنب بعض كده اسمهم البحيرات العظمى. وبعدين كمل اهو. طب خط مشى منين؟ قال لك هنمشي من النص. مشى من نص، نص البحيره، نص البحيره، نص البحيره. تمام. قال لك البحيرات اسمها إيه؟ اسمها البحيرات العظمى. اسمائهم غريبه كده. اسمها ايه؟ سوبريور، ميتشيجان، هورن، انتاريو، ايري. تمام. قال لك تظهر البحيرات في بعض المناطق امتداد الحدود بين الدولتين، بين الدول. تشكل الحدود البحيريه ازاي؟ قال لك تتفق الحدود مع الخط الاوسط للبحيرات. احنا كنا ماشيين بخط اهو بين كندا وبين امريكا الولايات المتحده، وبعدين قابلنا 5 بحيرات، جينا عند النص بتاعهم كده وشدينا خط، وبعدين كملنا بقيه الحدود. تمام. او تسير وفقا لاتفاقيه محدده، كما هو الحال في بحيره فيكتوريا. دي فيها ظلم كبير قوي. قال لك بحيره فيكتوريا دي موجوده فين؟ في افريقيا، محاطه بكام دوله؟ باوغندا وتنزانيا وكينيا. قال لك البحيره دي المفروض نقسمها بالنص بين ال3 دول، يعني كل دوله تاخد لها تلت حلو كده عشان تستفاد منه. قال لك لا يا عم، دي اتقسمت تقسيمه وحشه قوي. قال لك دي بحيره فيكتوريا. تعال نبص على الخريطه كده، دي بحيره فيكتوريا، ودي كينيا، ودي اوغندا. ثانيه واحده عشان الخط مهم جدا. تمام. دي بحيره فيكتوريا. شايف التقسيمه جايه ازاي؟ نص البحيره خط اهو معدي، نص البحيره بقت رايحه لمين؟ رايحه لتنزانيا. طب وكينيا الخط برضو بتاع التحديد الصغير ده منقط ده، ايوه ده. طب وكينيا خدت ايه؟ كينيا خدت الحته الصغيره على سرسوب ميه صغير كده من البحيره، مش تعمل بيه اي حاجه. انما تنزانيا واخده لها نص البحيره بحالها. فعلى حسب الخريطه تعال نشوف. قال لك وفقا لسر اتفاقيات محدده، كما هو الحال بين بحيره فيكتوريا حيث تقسم الى الاقسام غير متساويه، وتعد تنزانيا هي واخده نص البحيره، هي الاكثر استفاده. كينيا هي واخده حته صغيره كده، هي الاقل استفاده من بحيره فيكتوريا. واوغندا برضه واخده شويه حلوين. يبقى كينيا وتنزانيا. تمام. بس دي البحيرات، يا اما بحيرات عظمى بتاعت الفاصل ما بين كندا وبين الولايات المتحده، واما بحيره فيكتوريا الموجوده في افريقيا بين اوغندا وتنزانيا وكينيا. ماشي. دي البحيرات. خدنا جبال، الانهار، بحيرات. الحدود البحريه دي فيها شغل كبير. قال لك بص، انت عارف طبعا اليابس لما سيادتك بتروح تصيف بتقف على الشط كده، سواء بقى اسكندريه، بلطيم، جمصة، اي بلد فيها قدامك شط،
تقف على الشط، واقف على يابس، المية قدامك لآخر الشوف. لك المية دي احنا هنقسمها لكذا مناطق عشان كل دولة يكون لها حدود بحرية، وفي نفس الوقت لو لقت ثروات يبقى الثروات دي تخص الدولة. ازاي؟